وسط عاصفة من الجدل التي أثارها تداول تعديلات مزعومة لمدونة الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اجتمع كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة اليوم الجمعة لوضع خطة العمل لتعديل المدونة بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهذا الخصوص. وزير العدل عبد اللطيف وهبي نفى صحة ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات التي سيجرى إدخالها على مدونة الأسرة، وتعاطى معها بنوع من التأفف قائلاً في جواب على سؤال بهذا الخصوص: لم تنطلق بعد أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل المدونة. وبخصوص المخاوف التي عبر عنها عدد من المغاربة في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إدخال تعديلات من قبل إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، ما سيدفع بعدد من الناس إلى العزوف عن الزواج، رد وهبي وبسخرية: يقول اللي بغاو، دون أن يعلق على الموضوع. وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع التمهيدي الذي جمعه بكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، قال وهبي: هيأنا تصوراً للعمل الذي سنقوم به، وسينطلق الاستماع إلى الهيئات الرسمية ابتداءً من الأسبوع المقبل. وفضلاً عن الهيئات الرسمية المعنية، سيتم الاستماع أيضاً إلى هيئات مدنية في إطار الانفتاح على المجتمع تفعيلاً لتوجيهات الملك بحسب إفادة وزير العدل. وقال المسؤول الحكومي ذاته إن اللجنة التي ستشرف على تعديل مدونة الأسرة مطلوب منها أن تنصف المرأة المغربية وفقاً لما يريده جلالة الملك لفائدتها. وزاد: هذا يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سنناقشها بعد أن سنستمع إلى جميع الأطراف، ونتمنى أن ننصف المرأة المغربية.